بتبدأ الحلقة وبتبقى الأشباح ملمومين في دار الجنازات، وسيونج بتقول لهم إياكم حد يجي جنبه، ورئيس القاعة بيقول له لازم تطلب على الأقل 30 وجبة، وبيبقى مفيش حد جه أصلا عشان يعزي وهو مش معاه فلوس. فهي بتبعت رسالة لجيهو عشان يجي، وأمها بتروح عند البيت المسكون عشان صاحبته عايزة تأجره، بس في أشباح وفي 3 أشخاص ماتوا قبل كده فيه. فبتاخد أختها والمساعدين وبتدخل البيت. أهل غينو بيجوا عشان يعزوا، واللي بيبقوا متضايقين عشان أمهم صرفت كل فلوسها عليه بسبب حظه الفقر، وطبعا مش هيورثوا حاجة فيها لأنها أصلا ما بقاش معاها حاجة. وعمه بيزعق معاه عشان يمشي، بس هي بتدافع عنه، فبيروح زايقها وواخده على بره، بس جيو بيدافع عنه. أمها بتعمل طقوس التطهير عشان الأرواح تمشي، بس بيلاقوا إن في حاجة غريبة ولعنة الأشباح بتيجي فيها، فكلهم بيخرجوا بره بسرعة. غيونو بيقول لجيو إيه اللي عرفك، فبيقول له سيونجا شافتك وهي شغالة في دوامها الجزئي فقالت لي أجي. بيجي جوز عمته يقول له إن أغلب زمانهم جايين، فبيقول له خلاص أنا همشي. بيروح وجيو بيوصله، وبتجيله رسالة من اتش: أنا عرفت إن جدتك ماتت، استريحت منك، مبروك. بيروح البيت وبيفتكر ذكرياته مع جدته، وإنها كانت بتلف معاه دايما عشان يتخلص من حظه الوحش، وكانت واقفة جنبه دايما. وبيفضل يعيط. أمها وخالتها بيتكلموا إن اللي عمل التعويذ بتاعت الروح الشريرة اللي في البيت المسكون بيخاطر بحياته. وبتدخل سيونج وبتقول لهم انتوا لازم تساعدونا ننقذ حياة حبي الأول ال21 يوم الجايين. فخالتها بتديها كتاب عن أسرار ردع الشر، بتقعد ساعة بس عشان تقرا العنوان. أمال هتاخد قد ايه عشان تقرا الكتاب؟ فبتحبط وبتاخده معاها المدرسة. بتسأل جيهو لو يعرف يقرا هانجا، فبيقول لها أنا بعرف أقرا كوري بالعافية أصلا. وبتقعد تتكلم معاه إن أكيد غيونه قاعد لوحده، فبتروح تقول له أنا نسيت حاجة في البيت من المرة اللي فاتت. وبتقول له أنت كلت؟ أعمل لك رز وناكل سوا؟ فبيقول لها لأ. فبتشوف شبح انتحاري عنده، وبتقول له ما تستسلمش للأفكار اللي جواك، جدتك هتزعل لو شافتك كده. فبيقول لها امشي لو سمحت. وجو بيرن الجرس وبيديله مفتاح أوضة فريق الرماية زي ما المدرب قاله بالظبط، وبيمشي. أمها بتروح لواحدة تسألها عن عرافة اسمها يوم هو، فبتقول لها مش معايا رقمها، كلميها على الانستا هي مشهورة. فبتمشي وبتطلع ان يوم هو اصلا عندها جوه بس مش عايزة تقابلها. سيونج بتروح لأمها تقول لها ساعديني في شبح انتحاري لازم غيره. فبتقول لها لازم يبقى عنده رغبة في الحياة، رغبتك انتي مش كفاية، رجعي له رغبته الأول. جوز عمته بيديله عنوان رفات جدته عشان يحط صورة ليها هناك لأنهم معهمش صور ليها. وأمها بتقول لها انت ممكن تعملي نفسك تميمة بشرية وتخليكي قريبة منه عشان تحميه. فبتكتب على جسمها التميمة عشان تشيل سوء الحظ عنه. وبتروح الصبح تستناه قدام بيته عشان يروحوا المدرسة مع بعض، وبتركب معاه الأتوبيس بس مش بيرضى يقعد جنبها وبيقعد جنب جيو. فبتلمس جسمه عشان شبح الانتحاري يبعد عنه. بيروحوا المدرسة وبيلاقوا الطلاب بيقولوا إنهم اتهموا غيونه ظلم، إنه مفتاح الحرائق، وإن بوم سمع مدرب الرماية بيزعق مع مدرس الفصل عشان خلاه يكتب تقرير وهو ما عملش حاجة. فالمدرس بيعتذر له. فسيونج تمسك ايده وبتقوله انا فرحانة ان سوء الفهم اتحل. فبتلاقي ان الشبح بيبعد عنه، فبتشتغله بقى في لزق رايحة جاية في اي مكان، تمسك ايده تخبط فيه تحط ايديها عليه. فجيهو بيلاحظ انها غريبة، فبتقوله انها بتحميه مش بتغلس عليه. وهم مروحين بتفضل ماشية وراه من بعيد لحد ما بيقفشها، وبتروح وراه على مبنى الرفات عشان يحط الصور بتاعت جدته. وبتقوله واضح ان جدتك عندها روح تنافسية، دي مش فرحانة ببوكيه ورد، دي فرحانة بالميدالية الذهبية. فبيفتكر المواقف تاني وبيروح أوضة فريق الرماية وبيتدرب. في الفصل المدرس بيقسمهم مجموعات، وبتبقى معاه في نفس المجموعة بس معاهم واحدة في شبح طفل متعلق في رجليها، وبيبقى ده أسوأ أنواع الأشباح عشان ما بيعرفش يتكلم. وهما مروحين بيجي مدرب الرماية يقول له انت اتدربت انت كده هترجع؟ فبيقول له لا. فبيقول له طب تعالى عشان تنظف الأوضة. فبيروح ينظف الأوضة، والمدرب بيقول له انت كنت على علاقة بالكوس لمدة 10 سنين، لما تيجي تنفصل عنه خد وقتك وانفصل عشان ما تندمش. فبيروح يتدرب على الرماية وبيبقى مبسوط، وهي بتشوف الشبح الانتحاري بيبعد عنه فبتفرح، وبتروح تعمل تعويذة عشان تواسي بيها الشبح الرضيع. وبتروح بدري عشان تحطها في ديسك ديون، وبتلاقي غيونه هو كمان هناك جاي بدري عشان يتدرب على الرماية. وبيقول لها انت بتيجي ورايا ليه؟
فبتقوله صدفة انك بتبقى في المكان اللي انا رايحاه، وبتقوله بتحس بايه وانت بتمارس الرماية، فبيقول لها بالسعادة، وبيبقى فرحان جدا وهو بيتكلم. فبتقوله انا فخورة بيك جدا، وبتطبطب على شعره، وبتقوله عايز تعرف انا باجي وراك ليه؟ عشان المفروض الكبار يحمونا، بس انت اللي بتحمي نفسك، فانا عايزة ابقى لطيفة معاك. فبيقول لها ده شفقة؟ فبتقوله صداقة. فبيتبسط وهي بتلاقي الشبح مشي، فهي بتتنطط من الفرحة وبتقوله اضرب كف، وهو بيبقى فرحان جدا بوجودها جنبه. وبتخلص الحلقة. لو عجبكم الملخص بصوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في ملخص تاني. سلام.